السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم عن حمد ووفاء وحقيقة وفاتهم بعد غلق قنواتهم وغلق حسابات وتغريم 4 من أسرة اليوتيوبر حمد ووفاء ب2 مليون جنيه وغلق قنواتهم بوسائل التواصل الاجتماعي كلها. بس قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك القناة لو أول مرة تشوفوني عشان كل الجديد يوصل لكم. قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبة 4 أفراد من أسرة اليوتيوبر حمد ووفاء، وده لاتهامهم بالإتجار في البيتكوين بغرامة ب2 مليون جنيه لكل منهم، مع غلق القنوات الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وكمان قضت المحكمة بتغريم والدة اليوتيوبر وشقيقه 100,000 جنيه لكل منهم بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وسبق أن تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغات ضد المتهمين، وأحالت النيابة القضية للمحكمة الاقتصادية. وقررت جهات التحقيق المختصة إحالة اليوتيوبر حمد ووفاء للمحاكمة أمام محكمة الجنح الاقتصادية، وده باتهامهم بالإتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية. وتقدم أحد المحامين بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد المتهمين لاتهامهم بالإتجار في البيتكوين والتداول غير المشروع للنقد وعمليات ابتزاز إلكتروني. وكشف البلاغ أن هناك أشخاص أغوتهم الشهرة ولهثوا وراء المتعة وجني الأموال بالحرام، وأن المتهمين قاموا بإنشاء عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منها تيك توك وفيسبوك، ونشروا فيديوهات ومقاطع من شأنها التعدي على حقوق الغير والترويج للتداول من خلال العمليات النقدية المشفرة والإلكترونية. وبعد ما انتشرت شائعات كثيرة في خلال الأيام الماضية عن وفاة حمد ووفاء، الحمد لله هم ما زالوا على قيد الحياة، وهي بس المصيبة اللي حصلت لهم غلق قنواتهم. وحقيقي ربنا يصبرهم على المصيبة الكبيرة دي ويعوضهم خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.